السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة ام يونس. هنبدأ القناة ان شاء الله بفيديو لذيذ جدا. هنعمل كيكة البرتقال الهشة وهعلمكم ازاي تطلع بيضة وحلوة كده. نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة هنجيب البولة بتاع العجان او البولة اللي هنضرب فيها ونمسحها بمنديل فيه خل، وهننزل ب5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. اهم حاجة ان كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. تاني حاجة هننزل بالفانيليا، سواء فانيليا باودر او فانيليا سايلة عادي اللي حضرتك بتستخدمي، عادي مفيش مشكلة. هنضرب شوية صغيرين بس لحد ما يتكون فوم، بس كده حاجة بسيطة، مش تبقى كريمي. وهنقلل درجة العجان، وبعدين هننزل بكوباية ونص سكر. طبعا الكوبايات المستخدمة هي كوبايات الشاي اللي هي المج الابيض العادي ده، او كوبايات المعيارية. وانا طبعا هكتب المكونات ان شاء الله في صندوق الوصف. هديله ضربة خفيفة كده، وبعدين هنزل بعصير ليمونة. الليمون بيديلها طعم حلو جدا مع البرتقال، بتبقى طعمها حلو قوي. هنا انا نزلت بعصير الليمون، سوري، عصير ليمونة كبيرة. وهكمل خفق لحد ما يبقى الخليط كريمي خالص وتحسه زي الكريمة كده. زي ما انتم شايفين انا مش مسرحة الفيديو قوي عشان تتابعوا الخطوات يعني بالظبط. هنكون بقى مجهزين على جنب بشر برتقانة، ولو انتوا حابين تنزلوا معاها بشر الليمونة مفيش مشكلة، بس انا مبحبش الليمون في الكيكة، البشر بتاعه يعني. فنزلت ببشر برتقانة، وبعد كده نزلت ب3/4 كوباية زيت، والكلام ده وانتي بتضربي حتى لو في الخلاط. وبعدين هنزل بنص كوباية عصير برتقان. البرتقال موجود الايام دي والعصير بتاعه حلو جدا. هنزل بنص كوباية عصير برتقال. لو مفيش ممكن تستبدلي بتانج، تمام برضو هيبقى كويس، بس عصير برتقال الفريش هو احلى طبعا. طيب هنجهز على جنب بقى المكونات بتاعتنا الجافة. لكوبايتين دقيق، تمام، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة معيارية عادية او معلقة اللي هي بتاع الاكل بس ممسوحة شوية مش عرومية. وطبعا رشة ملح، ونسمي الله واحنا بنعمل. وهنكمل ضرب، بس الضرب المرة دي هيبقى بقى على سرعة هادية كده. خلاص احنا مش عايزين نطلع الهواء اللي في الكيكة ولا حاجة، عاوزينها تبقى كويسة كده وفيها هوا وتبقى هشة وحلوة. طبعا لو في دقيق على الجنب كده لازم تنزليه، بحيث ان ما يبقاش فيه كتل من تحت وكده، دقيق وكده يعني. فهننزل اللي في الجنب، وبعدين هنضرب تاني. هنكون مجهزين بقى الصينية اللي احنا حابين نعمل فيها، ونكون مبطنينها بدقيق وزبدة، يعني ندهنها زبدة ورشة دقيق، او زيت ورشة دقيق، او سمنة ورشة دقيق، الموجود بطني بيه. وهننزل بالعجينة، بس ايه يعني حاولوا ان ايه هي عشان العجينة مش سوري الصينية مش كاملة. فهننزل ايه دايرة كده علشان ما يبقاش في حتة اعلى من حتة، لان الخليط سميك شوية مش خفيف. تمام كده. اول حاجة بقى، اول خطوة هنعملها برضو بعد ما نخلص، هنهز الصينية كده نضربها ضربتين على الرخامة. طبعا نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 160 180 200 في الحدود دي على حسب فرنك. هنا في الفرن ما شاء الله عليها كانت عالية وحلوة، وبعدين طلعتها. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي. هنا ما شاء الله يعني شايفين حلوة ازاي طلعت من الفرن وجميلة وبردت. بعد كده هنسلكها بحاجة من الجنب كده، سكينة بقى، دي عصاية شيش طاووق اللي هي الحديد، اي حاجة بس رفيعة كده تحاولوا ان انتوا تسلكوها عشان وهي بتتقلب ما تتقطعش. طبعا بقى تكوني بتجهزي كوباية الشاي عشان تدوقي احلى كيكة هتدوقيها في حياتك. كيكة البرتقال دي جميلة قوي. شايفين ما شاء الله لما اتقلبت لونها جميل، لان الفرن كان هادي، والكيك يحب الفرن هادي شوية، مش ما يكونش عالي ولا حاجة. وما شاء الله يعني مفيش حتة عالية وحتة اقل او كده، لا طالعة جميلة جدا ما شاء الله.
طبعا دي هتعتمدوها على طول. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتابعوني على طول، هنزل لكم وصفات جميله جدا.